في مقطع اليوم عزيزي المشاهدة رجعت لكم بشيء المتابعين اغلبهم طلبوا، واللي هو نبي حساب نجرب فيه جميع سكنات لعبة فورتنايت، واللي تعدى عددها الان اكثر من 1150 سكن حاليا. فمقطع اليوم راح يعطيكم طريقة تدخل فيها وتشوف جميع السكنات سواء اشتريتها ولا ما اشتريتها داخل لعبة فورتنايت. فكل هذه الاشياء واكثر راح نشوفها في مقطع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عامر روكسل كينج يوكس. رجعنا لكم مقطع جديد. مقطع اليوم نفس ما قلت لكم او كتبنا بعنوان المقطع، مقطع يعني حيل طالبينه. فقبل لا نبدا صلوا على النبي قبل الله صيامكم ان شاء الله. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه عشان ندخل 120 الف مشترك، وناويين تدخلوني يعني بالسنه هذه. وبس مقطع اليوم جدا اسطوري ومميز يعني على المقاطع قبل. وبس خلونا نبدا مقطع اليوم. ليتس جو. عندنا بدايه المقطع نفس ما قاعد تشوفون الان. راح ندخل اللعبه من قبل لا ندخل يعني عشان تتاكدون ان الطريقه شغاله وفعاله 100%. والان راح نظهر لكم سكنات وجميع رقصات اللي نزلت داخل اللعبه، سواء السيزون الاول الشابتر الاول يعني من بدايه اللعبه لما لهذا الوقت يعني الشابتر الرابع. فالان راح اعرض لكم نفس ما قاعد تشوفون بمقطع اليوم. ركزوا من هناك، هذه الشاشه المصغره اللي موجوده جنبي هنا بالضبط، فكلكم شوفوها. الان راح اعرض لكم جميع السكنات والرقصات، وبعدها بعد ما نشوف يعني ونتاكد راح اعرض لكم الطريقه المؤكده اللي من خلالها تقدر تحصل على سكنات فورتنايت وتجربهم. اللي بخاطره يعني يشوف سكن مثلا بنت الطيارة او بنت الزومبي او شيء وغيره. فخلونا نشوف مع بعض جميع هذه السكنات مع بعض. الان لو نلاحظ بالمربع الصغير داخل المقطع، خلونا ابطئ لكم لان حتى هذا السكن يعني على قولتهم انه سكن ويرد حيل غريب. فكل السكنات راح تكون متواجدة داخل هذا الماب او داخل هذه الطريقة يعني اللي راح اعلمكم اياها. تقريبا نفس ما شفنا 1164 سكن جميعها، وحتى بنت الزومبي الوردية موجودة نفس ما قاعد تشوفون بالمقطع. فأغلب اللي داخلين المقطع يبون يعرفون الطريقة ويبون يستعملون حتى اللي هي مظلة سيزون الأول. الصراحة فورتنايت صارت حيل من الألعاب اللي للحين ماسكة ترند ما شاء الله. غلوا اللاعبين ولكن للحين ماسكة ترند يعني. فأتوقع من أفضل الألعاب اللي نزلت بالعالم طوال يعني مسيرة الجيمنج أو الجيمرز كلهم. فخلونا نشوف الطريقة مع بعض. اول شيء بسطح المكتب راح اترك لكم رابط يا اخوان. الان راح اقول لكم الطريقه اللي تقدر من خلالها تحصل على هذا الحساب اللي داخله فيه تقريبا كل السكنات والرقصات وكل شيء تقدر تقول من خلاله راح تحصل عليه. فخلونا نشوف مع بعض شلون الطريقه وكيف تحصل على هذا الحساب المجاني لجميع اللاعبين. خلونا نشوف مع بعض. تدخل هنا بالضبط، تدخل على السيتنج او الاعدادات وتدخل هنا. كل الطريقه راح اعمل لكم اياها بالتفصيل. فاللي ما عنده بي سي ما راح تضبط معاه. ليش؟ لانه لازم يكون في سطح مكتب وبي سي تملك انه بي سي او كمبيوتر يعني سوني وغيره. مع الاسف ما في، ولكن في تحدي بيني وبينكم راح اقوله لكم باخر المقطع للناس اللي داشين سوني عباله. فاذا تبون الطريقه تابع المقطع للاخر، يعني تابع المقطع للاخر عشان في تحدي بيني وبينكم. اذا سويتوا راح انزل لكم الطريقه. فهذه نفس ما قاعد تشوفون الان حمل الملف ودخل اللي هو بهذا الشيء اللي هو EZFN. هذه الطريقه الوحيده، لا حد يكذب عليكم يقول لكم تقدر تدخل لحساب فورتنايت جميعها غير هذه الطريقه. ليش؟ لان انا بحثت لكم ما في غير هذه الطريقه شغاله ما زالت يعني للشابتر الرابع للسيزون هذا يعني اقصد. فكلكم تاكدوا ان هذه الطريقه الوحيده اللي انا جايبها لكم، اللي من خلالها تقدر تشوف سكنات وجميع الرقصات، وتقدر حتى يمديك تحط يعني كم تبي في بوكس. فهذا شيء حيل حلو. فكلكم اتوقع متحمسين انكم تجربون هذه الطريقه. شوف تحت يمديك تحط 80,000 في بوكس 100,000، ولكن كله نفس ما قريتوا يعني بعنوان المقطع. اهم شيء انكم كلكم داشين تبون تشوفون جميع سكنات اللعبه من خلال هذه الطريقه. فكلكم تحملون لانش او بموقع EZFN. هذا الموقع يعني اغلب الستريمر او مو الستريمر اليوتيوبرز قاعد ينزلون من هذا الموقع اللي هو فورتنايت ديف كيف تحملها. فخلونا نشوف مع بعض الطريقه الان هل تشتغل ولا لا. شوفتكم بدايه المقطع ان اشتغلت الطريقه، ولكن عشان تتاكدون اكثر واكثر من خلال هذه الطريقه والخطوات بالضبط يعني اكون معكم خطوه بخطوه افضل لي ولكم. فخلونا نشوف مع بعض الان الطريقه مع بعض. تحط سيف تشينز، احسه شوي طول صح. فخلونا مع بعض شوي افضل عشان
تدخل اللعبة وتحط لانش نفس ما قاعد تشوفون، والآن راح يدخله ملفات غريبة. هذه الملفات من خلالها تقدر تدخل على جميع السكنات هذه، كل السكنات والرقصات، والآن تفتح أو فتحت عندنا اللعبة نفس ما قاعد تشوفون، وراح يكون داخل هذا الحساب جميع سكنات لعبة فورتنايت. فخلونا نشوف هل صدق ولا لا. الآن عندنا السيزون الثاني الشابتر الرابع، ولكن الخلفية غير لأنه حساب مو رسمي من فورتنايت، بس عشان الناس اللي تبي تجرب وحابة تجرب سكنات بنت الطيار وبنت الزومبي وجوردن الطيار، يعني كله اللي حاب يجرب. هذه الطريقة الوحيدة اللي من خلالها نقدر نقول إنه تدخل اللعبة وتحمل السكنات وتشوف السكنات انت بنفسك تجربهم. يعني كثير بيني وبينكم يجوني انستغرام وهذا يقولوا لي نبي طريقة نجرب السكنات، بس حابين نشوفها باللوبي، لأن بعمرنا لعبنا فورتنايت عدة سيزونات ولكن ما جربنا هذه السكنات. فهذه الطريقة للناس اللي طلبوا مني، واعذروني اني تاخرت لان شوي عندي دراسه وضغط الحياه يعني، فاحاول ان ما اقطع عنكم باذن الله. اذا بغيت يعني ان شاء الله اذا رب العالمين اعطانا طولة العمر ما راح يعني اسحب على القناه ان شاء الله بشكل نهائي. نفس ما شفنا 1164 سكن، فهذا الحساب صراحه شيء حيل حلو. انا متحمس ومتاكد ان في ناس راح تضبط معاهم الطريقه، ولكن بي سي الاشخاص اللي قاعد يتابعون سوني قاعد يطلعون كذي، نبي يا اخي طريقه. كينج نزل لنا طريقه، عامر نزل لنا طريقه، نبي نشوف شلون نسوي هذه الطريقه من خلال السوني. ونفس ما قلت لكم احاول اجيب لكم طريقه تحدي للاشخاص اللي عندهم سوني يعني او اكس بوكس، راح احاول اجيب لكم طريقه تحصلون على السكنات وهذا خاصه بالسوني. طريقة اليوم للبي سي إذا وصلنا هذا المقطع 1000 أو 500 لايك وفوق يعني، فشدوا الهمة وحط تعليق تحت هل أنت سوني ولا لا. إذا شفت تعليقات يعني كثيرة أنه يكتبون كينج نبي طريقة للسوني، كينج نبي طريقة للسوني، حتى البيكاكسات مالات البطولات. فالصراحة إذا تبون الطريقة ننزلها حق السوني، نبي نوصل مقطع لايكات عديدة، وإن شاء الله بإذن الله أقدر أجيب لكم طريقة للسوني. فمقطع اليوم لأصحاب البي سي، فاكتبوا لي هل متحمسين تجربون هذه البيكاكسات وهذه السكنات ولا لا، والرقصات والمظلات اللي ظاهرة لنا بمقطع اليوم. وبس هذا كل اللي أقدر أقوله لكم. فاكتبوا لي رايكم عن مقطع اليوم، ورابط الموقع اللي قبل شوي راح اتركه لكم تحت بالوصف او باول تعليق، حتى جوردن الطيار يسلم عليكم. فكلكم اكتبوا لي تحت هل ضبطت معكم الطريقه ولا لا، وان شاء الله شغاله، لان هذا المقطع نزل قبل اقل من اسبوع، فانا متاكد باذن الله انه راح تضبط معكم لاصحاب البي سي هذه الطريقه. واذا واجهتوا اي مشاكل اكتبوا لي تحت، او رابط الانستغرام تحت كلموني بالخاص بالانستغرام، ان شاء الله ارد على الكل. فبس هذا مقطع اليوم، اتمنى انه عجبكم، واذا وصلت لهنا اكتب لي انا نادر، تقبل الله صيامكم ان شاء الله، واعذروني على القصور انه ما قاعد انزل مقاطع. ان شاء الله بنرجع بقوه بفتره زمنيه ان شاء الله. فبس احبكم والله، شكرا للناس اللي قاعد تتابعني للان، نشوف في فيديو قادم. كان معكم عارق شركن جوكس، مع السلامه.